السلام عليكم إلى جميع الأصدقاء والأشخاص وكل حدا عم تابعنا وعم يحضر هذا الفيديو وعم بيشاهدنا هلا. اليوم أكلتنا هي عبارة عن أكلة تشريب هي مشهورة عند إخواتنا العراقيين، وأنا شخصيا أخذتها من عندهم بس كنت عايش معهم بالعراق. هلا نحن رح نعملها خطوة بخطوة وخليكم معنا تشوفوا كل شيء نحن بنعمله. أول شيء بنجيب طنجرة مثل هاي، بنشغل الغاز، عندي زيت، بحط زيت هي الكمية حتى البصل يتحمر كثير. فبنجيب البصل بنقطعه بهذا انا كنت مقطعه من قبل بهذا الشكل، وثلاث اسنان توم او سنين حسب، مع قرن فليفلي حر او حلو اللي بدكم لحتى تحمر البصله ونشوف شو بصير معنا. بعد البصله ما اخذت لون شوي احمر خفيف، هلا بننزل عليهم الفخاد، طبعا بعد ما نغسلهم حتى نشيل منهم الزفره نحن وعم نقليهم. بننزلهم بهذا الشكل بقلب الطنجره، بنضل بنحركهم هيك وبنتركهم بالطنجرة حتى يحمروا. بعد ما تركنا الفخاد ياخذوا لون احمر خفيف مع البصل، وانا قليتهم بهي الطريقة حتى اشيل منهم الزفرة. عادي انتم فيكم تسكوهم وتشيلوا منهم الزفرة، بس انا بفضل هي الطريقة، بحسها هيك اضبط حتى اشيل منهم الزفرة. هلا برجع بزيد عليهم مي وبس ضيف عليهم المي. عندي هون ورق غار وعندي قرفة بحطهم فوق منهم، واكيد بكل بيت في وحده مثل هي. انا حاط فيها فلفل اسود وحاط فيها قرنفل، بنعلقها بهذا الشكل بهذا الشكل. هلا بنتركهم بهي الطريقه لحتى ينسلقوا مضبوط ويستووا صح. بهذا الوقت انا شو بدي اعمل؟ انا بدي احضر الرز، بدي انقع الرز حتى اطبخه. بكل بيت في عندنا ابريق، ركوه بتصير، طنجره بتصير، اي شيء، المهم نسخن فيه مي حتى ننقع فيه الرز. بحط هلا انا هاي المي على الغاز لحتى تغلي المي، وبعد المي ما غليت بننقع فيها الرز. هاي الرابعة بنجيبهم، طبعا بنحط معلقتين ملح معاهم، هاي نسخنيهم ونتركهم لحتى ينقعوا كرمال يكونوا حاضرين للطبخ. نتركهم منقوعين حتى ينقعوا، وبعد ما سلقناهم وضل شوي صغيرة حتى يستويوا بنزيد لهم معلقتين ملح بهذا الشكل، ومعلقة كاري، وهي معلقة كاري بهذا الشكل. بعد ما حضرنا كل شيء والفخاد كله مستوي وكله صاروا حاضرين، هلا بدنا نطبخ الرز. انا بالعاده بيحطوا كل كاسه رز بيحطوا لها كاستين مي، بس هذا الرز اللي عندي بيشرب مي بحط له كاستين ونص. راح احط مي شوي من هي وشويه مي من مرقه الفروج. حطهم هيك بنرجع بنطبخ الرز، بكفي. وهلا بعد المي ما غليت بدنا ننزل عليها الرز وبنحرك الرز بهي الطريقه. هلا بننطر 20 دقيقه حتى يستوي الرز. نحن ناطرين حتى يستوي الرز بنجهز الصدر يلي عنا. بنجيب خبز اللي هو اسمه خبز عراقي او خبز تنور نحن بنسميه، بنقطعه بهذا الشكل ونبلش نمده بأرض الصدر بهالطريقه هاي. شوربة؟ لا، تشريب عراقي. تشريب عراقي. ايوه عراقي. بنصير نشربهم بمية الفروج اللي طلعت عنا بهالطريقه هاي. ها تنو لحظه بابا، ها شوف كيف، ونتركهم هيك حتى يتشربوا بهي الطريقه حتى يستوي، وبنرجع بنكفي تجهيز الصدر. هلا بدنا نفضيه هون بهذا الشكل هيك فوق الخبز يلي شربناه فيها. وهلا هون عندي حبة بطاطا قليتها قلي وبرشها هيك على الوجه بهي الطريقة. وعندي هون المعكرونة أو الشعيرية ما مش بتسموها، بعد ما قليتهم وسلقتهم بحطهم بهذا الشكل كمان. يلي بعد ما سلقناهم حمرناهم كمان شوي على النار، نحطها هيك وبنرجع بنزيد هول اللي ضلوا عنا فوق منهم بهذا الشكل. حاضر التشريب العراقي. هلا بدي ذوق.
اليوم نحن ما بنعرف ناكل بايدنا مثل العراقيين، العراقيين هن اهل لهي الشغله. فانا راح اجرب انا اكل بايدي، طبعا انا زي متعود على المعرقه فراح اجرب. يلا بنجيب شويه فروج بهي الطريقه مع الرز مع الخبز يلي حطيناه من تحت اهو صفن، وبهي الشكل هيك كثير طيبه. شاكو ماكو كل شيء ماكو، اكو شيء لا ماكو شيء، عن جد تشريب والاطيب من هيك وطعم خرافي. ما تنسونا بالمتابعه واللايك وتعليق حلو مثلكم، وخلوكم معنا على طول وانتظرونا كل يوم بشيء جديد. باي.